النهاردة هشارك معاكم وصفة معجنات لذيذة قوي بعجينة هشة جدا، وهنعملها بشكل مختلف وجميل. ممكن تعملوا منها كميات وتخزنوها في الفريزر وتطلعوا منها على التسخين. حلوة قوي والعجينة ناعمة وقطنية وتحفة. يلا نشوف هنحضرها ازاي. اول حاجة انا هجيب كوباية حليب دافي، هحط عليهم معلقة كبيرة سكر، معلقة كبيرة خميرة، وندوبهم كويس قوي مع بعض. هكون محضرة بياض بيضة، وهسيب الصفار لدهن وش الفطاير، وثلاث معالق زيت، وندوب كل ده مع بعض. هنزل عليهم بثلاث كوبايات ونص دقيق ورشة ملح وربع كوباية مية، بس هضيفها بالتدريج. ممكن نحتاجها كلها وممكن لا، على حسب نوع الدقيق. هنعجن كويس جدا لغاية ما العجين يبقى ملمسه طري وناعم، بس مش بيلزق في الايد. هغطيها بقى واسيبها تختمر لغاية ما ترتفع. بعد ما اختمرت وارتفعت هنبتدي نشكلها على شكل كرات متساوية. هناخد اول كورة ونفرد كده رشة طحين على سطح العمل، رشة خفيفة خالص، ونبتدي نفردها كده، ونبتدي نحشيها بصلصة بيتزا. وانا كنت حضرتها معاكم قبل كده في الفيديو بتاع البيتزا الايطالي، هبقى اسيب لكم اللينك بتاعها. وهنحشي جبنة موتزاريلا ونقفل عليها كويس جدا زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هفردها بقى بالنشابة فردة خفيفة خالص، ما نضغطش عليها جامد علشان الحشو ما تطلعش من الجوانب بتاعتها. وهنعمل فتحات بسيطة خالص كده من الأطراف بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وهنبدأ نلف كل طرف ونضغط عليه كده بصابعنا. هنعملها على شكل وردة، شكلها لذيذ قوي وجميل. هكون بقى محضرة صفار البيضة، حط عليه معلقة خل ورشة فلفل اسود خفيفة كده. نبدأ ندهن بيهم الفطاير، واحط على الاطراف سوسيس جميلة قوي قوي، وشريحة فلفل في النص، واحط عليها جبنة موتزاريلا، فلفل اخضر اصفر بقى بيديها شكل جميل قوي وطعم حلو قوي. هكون مشغلة الفرن على درجة حرارة 180 يسخن، وهندخلها بتاخد حوالي نص ساعة. خلال النص ساعة لو احمرت من تحت ولسه ما اخدتش اللون من فوق، بنطفي وبنشغل عليها الشواية تاخد لون خفيف كده، لون جميل زي اللي احنا شايفينه. اول ما تخرج من الفرن نغطيها بفوطة على طول علشان تفضل طرية ما تنشفش، وتفضل معاكوا طرية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تنفع للفطار تنفع للعشاء، جميلة قوي. اتمنى ان انتوا تجربوها. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير، وما تنسونيش بكومنت حلو بقى. اشوفكم في وصفة جديدة. باي باي.